طيب النهارده بقى تجربه مختلفه تماما، لان احنا هنجرب الاكل الخليجي من زروبيان لمدفون لفحسه لحسه ومندي. مندي ده اسم غريب قوي. وكل ده بقى في مكان اكتشاف. من اول ما بتخش ويستقبلوك بالقهوه العربي مع ديكور المكان، فانت فجاه تحس ان انت في السعوديه، مع تشكيله بقى على الرايق من الاكل السعودي والخليجي، زي تقريبا جميع انواع الفراخ بجميع تسوياتهم، من المندي اللي كانت تتبيلته على الرايق جدا. شويه بايشه، جرب نحطها في الرز. المفروض اكلها بايدي بقى وكده ولا كده؟ شكله ازاي؟ شكله ازاي؟ انا اسف لاي حد سعودي او خليجي بيتفرج عليا، لان انا اهي بسم الله. حلو قوي بيت الرز، ولما تحطوا الاثنين على بعض يا لهوي. للمضغوط اللي كلت فيه تقريبا اكتر حته فراخ بتدوب في البق في حياتي، للشوايه اللي بالنسبه لي هتاخد جائزه الافضل في الفراخ في 2024 لحد دلوقتي. طبعا بقى المدفون، وده صديق الهفتان، بتاكل فيه حته لحمه حرفيا بايشه. والمكان ده هو بيت عزاري، وهتلاقوه موجود في الابراهيميه على البحر قدام الاشاره على طول. وفي النهايه بقى عايز اقول لكم ان في السعوديه بيقول لك وبعد العود ما في جعود.